الموضوع ديال اليوم فيه واحد جوج ديال النقاط مهمين. فيه النقطة اللي هي ديال اليوم الموضوع فيه شوية الاقتصاد، يعني ما يجري فيما يتعلق في العلاقة بالاقتصاد. بطبيعة الحال ملي كنتكلموا على موضوع متعلق بالجزائر ما كيهمنيش أنا شأن داخلي جزائري، أنا كيهمني توازنات إقليمية ودولية. أنا التخصص اللي كنشتغل فيه هو العلاقات الدولية، وبالتالي ملي كنتكلم على العلاقات الدولية أنا كنتكلم فيها لا على المستوى العالمي ولا على المستوى النظم الإقليمية الفرعية. فملي غنتكلم على الجزائر في بحال هاد المواضيع راه بحال ملي كنتكلم على مثلًا أوكرانيا، ولا بحال ملي نتكلموا على شي حاجة واقعة في أفريقيا الوسطى، ولا بحال غير كنتكلموا دائمًا وأنا كنتبنى واحد البوصلة، اللي هي السياسة الخارجية المغرب، وشبكة التحالفات اللي كتنسج، وهذا أشياء هذه يعني مؤشرات مهمة في القراءة، كتعطينا قدرة على أننا نفهموا ما الذي يجري إقليميًا وعالميًا. لكن موضوعات العلاقات الدوليه كتوقع فيها التدخلات بعض الاحيان في ملفات اللي كيقدر يبان لنا بعيدين على بعضياتهم، مثلا الموضوع ديال تطبيع السعوديه او علاقه السعوديه المحتمله مع اسرائيل اللي كتقرب، وقالها الامير محمد بن سلمان في اللقاء ديالو مع القناه الامريكيه فوكس نيوز. راه كيبان لنا وكانه بعيد عن العلاقه مع الجزائر، لا هو راه قريب للعلاقه مع الجزائر، عنده علاقه معهم، وعنده علاقه بملفات شمال افريقيا كامله، وعنده علاقه حتى بداك الشيء اللي كان وقع في القمه العربيه ديال الجزائر واللي من وراها جات القمه ديال الرياض. هادو بجوجهم عندهم هادو مسائل عندها مترابطه مع بعضياتها، انا غادي نوقف عندها. ولكن العلاقه ديال الامارات مع الجزائر انا قلت شحال هذا ملي تكلمت عليها اول مره، ملي وقع بيناتهم هذاك الاصطدام الاول، ملي خرجت جريده الخبر وكتبت دبي عاصمه التخلاط، وملي بداو داروا عليهم حمله، ودوك القنوات والمنابر الاعلاميه الجزائريه دايرين حمله على الامارات، وكيتهموهم بانهم عندهم تواطؤ مع المغرب ومخططات، وما عايشين في هذه الاوهام ديالهم، كلشي كيخطط لهم. ايه، والناس ما كيخططوا لحد، الناس كيبنيو شراكات كيتعاونوا وكيقلبوا على فين يطوروا امكانياتهم وقدراتهم. هو الفاشل ديما كيعتقد انه كلشي متحالف ضده باش يفشلوا، وراه هو فاشل، ما حتى حد ما مديها فيه. اصلا بعدا ملي كتكون فاشل راه حتى حد ما مديها فيك، حتى حد ما عنده الوقت اللي يضيع مع واحد فاشل. الناس كيقلبوا على الناجحين يتنافسوا معاهم، ما كيقلبوش على الفاشلين. والفاشل كيجلس على نظريات المؤامره بحال داك الشيء ديال القبور، معينيني حاضني دايرين ليا فاعلين ليا كلشي هاد ماذا كلشي وراه ناجح. طبيعي جدا التنافس، كاين الناس اللي كيتنافسوا معاك وغيبغيو يسبقوك، خاصك تقاتل على راسك تسبق، ما تبقاش جالس كتبكي تقول لا راه انا كيديروا ليا كيفعلوا لي. لا، المؤامرات كاينه والدسائس تدار، وراه العلاقات الدوليه هذه الشريف، راه شحال لك الدول اللي عندها مشاريع. ولكن كل دوله وكيفاش كتنافس، كاين دوله اللي كتنافس بطريقه ديال تقلب على فين تقوي امكانياتها وحضورها، وكاين دوله اللي كتنافس بطريقه ديال تقلب دير المشاكل لجيرانها، قلب على جارها، دير ليه الا كان شي انفصال، قلب على الا كاين شي ارهاب، ضامن معاه واشتغل معاه وتعاطى معاه وخليه يهاجمه. كل دوله كيفاش كتخدم. هاد العساكريه اللي حدانا من النوع ديال الفاشلين المحبطين اللي ما عارفين يديروا والو، خاصهم يبقاو طول الوقت يبكيو على الاطلال ويعددوا ويقولوا راه حنايا دايرين علينا، الامارات دايره علينا، المغرب داير علينا، هذا علاقه المغرب مع اسرائيل علينا، علاقه المغرب مع امريكان ضدنا، هذا الشيء ضدنا، هذا كذا. ديما هو خصو يبكيو هاد البكيه. والوقيته اللي كيبغيو هما يتحركوا شنو تيعرفوا يديروا؟ راه كاين شي بوليزاريو، راه كاين شي ارهاب في مالي، في نيجر، في هذا، راه كاين شي تدخل في الشؤون الداخليه ديال ليبيا. شوف تونس كيفاش دير الضغط، كيفكروا بهذه الطريقه. هادشي تيعرفوا يديروا، ما يعرفوش يديروا حاجه اخرى. من وحي هذا الشيء كله خرجوا داروا حمله على الامارات. النتائج ديال الحمله اللي داروا على الامارات دابا عطاتنا جوج ديال النتائج اللي هما كاينين ناشرهم وسائل الاعلام الاوروبيه والجزائريه والعالم كله، الدنيا كتهضر عليهم. جوج ديال النتائج. الحاجه الاولى هو انه استثمارات كبيره اللي كانوا متفقين عليها الامارات مع الجزائر، انا باش نشوف على الامارات كانت علاقتها، وانا هادشي كنقوله وانا كنعرفه جيدا لانني كنت كنشتغل مع مؤسسات اماراتيه في وسائل الاعلام، والوقيته اللي كتشتغل كنعرف لانه كندير عمليه ديال القياس، انا كنفهم. كنشوف مثلا انه الامارات دائما كان الخط ديالها هو انها هذه الخلافات الجزائريه المغربيه ما كتبغيش تدخل فيها كاع، دير علاقات جيده مع الجزائر ومع المغرب، والمغرب ما عندوش مانع. وما عمر المغرب ما زعما تنقول والله العظيم الا من المتابعه ديالي الشخصيه، عمر المغرب ما اشترط على شي دوله في العالم انها باش يكون شريك ديالها المغرب، وانها تطور علاقته بالمغرب، علاقتها بالمغرب، وانه المغرب يكون شريك ديال شي دوله. عمره ما اشترط على شي دوله انها تقلص علاقتها بالجزائر نهائيا، نهائيا. دائما المغرب في علاقته مع اي دوله في العالم ما شغلوش في علاقه هذيك الدوله بالدول الاخرين، بدليل المغرب عنده مشكل كبير مع ايران، عمره ما قال قطر ولا قال الامارات ولا قال البحرين ولا قال حتى السعوديه دابا لا لقطوا علاقتهم بايران عندنا. هذا الشيء ديال الدراري الصغار، هذا ماشي، هذه ماشي سياسه ديال الدول. هذا اللعب ديال الدراري الصغار ملي كيكونوا الوليدات الصغار كيلعبوا في شي جريده، تيلعبوا الكره وتيلعبوا كورتي وكورتك وهذا، وما نلعبوش معنا هذاك. الشيء ديال الدراري الصغار ديال الوليدات الصغار. ملي كديروا في السياسه زوين على الوليدات الصغار زوين،
ولكن ملي كيديروه الناس ديال السياسة ويديروه رجال الدول ما كيولي يلعب دراري صغار، ما صالحش السياسة بين الدول. هُما لا، خاصهم المغرب اللي دار علاقة مع المغرب راه عدو ديالهم، خاصهم يقلّبوا كيفاش يخسروا علاقة الدول مع المغرب، ما تيقلّبوش يصايبوا هُما علاقتهم مع الدول، ما تيقلّبوش هُما يصايبوا علاقتهم مع الدول، داك الشيء علاش كتلقاهم ها هُما دابا قفروها مع الإمارات، لأنه الإماراتيين راه ماشي ما كيفهموش، كيشوفوا المغرب ملي كيهضر مع الإمارات كيهضر معاهم على علاقات المغرب بالإمارات، استثمارات المغرب مع الإمارات، لا كاين شي شراكات مع الإمارات، ما شغلوش هو في علاقات الإمارات بالدول الآخرين، دير مع ما هي الإمارات دابا دارت علاقات مع سوريا، واستقبلوا الأسد ومشى عندهم كاع لأبو ظبي وهذا، واش غيقول لهم المغرب لا ما ديروش علاقات مع الأسد، راه أنا عندي مشكل مع نظام الأسد ما يشغلوش المغرب في هذا الشيء، ما كيتدخلش في هذه الأمور، كيحترم السيادات ديال الدول والشؤون الداخلية ديال الدول، لأنه المغرب صاحب مشروع ديال نظام إقليمي ونظام دولي فيه الاحترام ديال الدول لبعضياتهم البعض. هو أصلًا مشكلته مع واحد الدولة مثلًا نقولوا المغرب مشكلته مع إيران أنها كتدخل في الشؤون الداخلية ديالو، ينوض هو لأنه كيحتج على إيران، لأنها كتدخل في الشؤون الداخلية ديالو، ينوض هو يتدخل في الشؤون الداخلية ديال دولة أخرى عندها علاقات بإيران، شغله هو في هذا الشيء. لاحظ دابا الفرق بين سياسة المغرب والجزائر، الجزائر يمشيو يهضروا مع الإماراتيين كيقلبوا عليه يخربوا لهم علاقتهم بالمغرب. كيقلبوش هما يديروا علاقه مع الامارات، السعوديه يقلبوا يخربوا علاقه غادي للصين كيقلبوا كيفاش يخربوا علاقه المغرب بالصين، يقلبوا يديروا بيان شي حاجه تقلق المغرب، شي حاجه تطلع المغرب الدم، شي حاجه الطاليان جايين فاتحين شركه خاصه قطاع خاص في تندوف يقلبوهم على شي طريقه يخسروا علاقه المغرب بايطاليا، والطليانيين ماشي حميره ماشي ما كيفهموش كيفهموا كيفهموا السياسه، ما غاديش ديرها بهم انت، كيعرفوا انك انت ماشي دوله ما كتصرفش كدوله، كتقلبش على مصلحتك مع الطاليان، انت كتقلب باغي تشري الطاليان تعطيهم الغاز باش تشري منهم مواقف باش تخسر لهم علاقتهم بالمغرب باش انت تكتب في وكاله الانباء ديالك المغرب معزول، المغرب محاصر، المغرب عنده مشاكل مع الدول. هذا هو فهمتك، راه بهذه الطريقه باش غادي تخسروا علاقتكم ماشي غير مع الامارات، مع كل شيء غتخسروا علاقتكم. السعوديه بغات دير علاقات مع اسرائيل يلاه هضر دوي تكلم، امارات دير علاقه، انت شغلك سوقك انت هي في علاقه الدول مع انت مع الجنون، انت مع الكائنات الفضائيه، انت مع المريخ، انت مع زحل، انت مالك اش مشى ليك؟ تشوف قيس علاقتك الثنائيه مع ديك الدوله كي دايره، كتحترمك هذيك الدوله، كتبني معاك استثمارات، كتعاون معاك كذا، عندك مشكل انت لا كنتي راجل بعدا اصلا انت ما عندكمش مشكل مع اسرائيل، هذه مزايدات خاويه، كتمشي للامم المتحده نهار مشيتي للبرتغال نهار كيمشي تبون لاي بلاصه تيقول لهم ما عندناش مشكل مع اسرائيل، ما يتجرأش يقول عنده مشكل مع اسرائيل، لا هو لا فرنسا، فرنسا ما عندهاش مشكل مع اسرائيل، فرنسا ما عندها فرنسا واخا اسرائيل واخا ما عرفت شنو دير فلسطين، اخر همها يعني اكثر منهم يعني ماشي غير هما كيتاجروا بداك الشعار ديال فلسطين. لأنهم كيدغدغوا المشاعر ديال العرب والمشاعر ديال هذا، كيقلبوا يوصلوا للجمهور، هما في واقع الأمر حتى هما ما عندهم حتى شي علاقة أحد الإخوان كيقول لي راك نسيتي الموضوع ديال عرقاب وكذا، لا الإخوان مزيان الله إلا كلشي داير زعما راكم دايرين خدمتكم الإخوان فكروهم، فينا هو عرقاب وفينا هو غار الجبيلات وفينا هو داك الشيء الصين وفينا هو لا كنعاودو نفكروهم وديك الطريق ديالك السكة الحديد ديال من راس فين داك الشيء كامل، مزيان الإخوان كتفكروهم وكنفكروهم في الكركارات، الكركارات راه جوج قرارات ديال مجلس الأمن دازو حتى واحد فيهم ما كيعترض على الكركارات. فكركم في الكركارات باش تزيدوا تسعروا اكثر. فبالتالي كنتكلموا على واحد الدوله ديال العته ديال المعتوهين ديال المجانين ديال المعقدين، دوله ديال المعقدين ديال المرضى نفسيا، غيخسروا علاقتهم مع الجميع بسبب انهم دايرين راسهم في المغرب، بقاو قابلين المغرب حتى غتخاصموا مع كل شيء. وملي قال لهم جلاله الملك الشر لن ياتيكم من المغرب كلم كلام بليغ لو كانوا كيفهموا شي شويه، يعني كنسى المغرب اصاحبي راه المغرب راه ما عمره ما غيدير فيك الشر ولن ابد. من نشوف حنايا المغرب بملوكه بشعبه بكذا، احنا على الوصايا ديال الجد الوالد الامه اللي هو مغفور له محمد الخامس الله يرحمه، ما عادش تشوفوا من المغرب الا الخير. الشعب الجزائري كتكلم هذا البيادق ديال العساكريه راه كاين في ضوء اجندات فرنسا، راه ما عندهم علاقه لا بالجزائر ولا بالشعب الجزائري، المغرب ما عمره ما غيشوف منه الجزائر، قالها سيدنا شوفوا الشر حداكم اصاحبي في رجليكم، العافيه شارع عليك في رجليك، ها هي مالي حداك وها النيجر حداك وها ليبيا حداك وها تونس حداك، وكلك شرور اصاحبي، الشرور دايره بك من الداخل ومن برا، تمقابل المغرب وغتبقى تابع المغرب حتى غادي تمشي للانهيار التام. فالمغرب المشاكل اللي عنده معاك كيناقشهم معاك كيقول لك اودي المشاكل اللي بيني معاك مشاكل قانونيه، قانون دولي هذا اتفاقيات ونصوص ومواثيق وكذا، امم متحده خلي هادشي في بلاصتو هكاك،
علاش باغي تجر الشعب الجزائري والمغربي للفتنه وباغي تلعبوا هذه اللعبه البئيسه الخبيثه الحقيره؟ علاش؟ وصلتوا لهذا المستوى من الحقاره ومن الخسه ومن الوضاعه. وحنا كنشوفوا دابا الامارات. دابا الامارات دارت جوج اجراءات. الاجراء الاول هو انه الامارات وقفت جميع، هما دابا راه خارجين في الصحافه ديالهم وكيحاولوا يروجوا انهم هما اللي وقفوا الاستثمارات. راه كنشوف دوك المواقع الالكترونيه ديالهم تيقول لك راه وقفوا الاستثمارات الاماراتيه. نتوما قادين توقفوا الاستثمارات الاماراتيه؟ عندكم نتوما زعما، وهما اصلا تيقول لك وقفوا الاستثمارات الاماراتيه، وهي ديك سعيده نغزه اللي هي بحال قلتي المديره ديال الكونفدراليه الجزائريه للمؤسسات، بحال قلتي اتحاد مقاولات المغرب عندنا، يعني هي المديره ديال الباترونه ديالهم ديال الجزائر. دارت رساله وجهتها للتبون ووجهتها للدوله في الجزائر والسلطات، قالت لهم بانه الاجراءات اللي كديروهم ديال التضييق على رجال الاعمال والفرض ديال الضرائب المجحفه راكم هرستوا الاستثمارات، وراه عندنا فراغ استثماري في الجزائر، راكم خرجتوا على الاستثمارات في الجزائر، الوعاء الاستثماري ديال الجزائر مشى، راكم ما كتخربقوا. وهذاك المجلس اللي دايرينه واحد المجلس دايرينه شي واحد سميتو كمال شي حاجه ديال واحد المجلس الجزائر الجديده ولا الاستثمار الجزائري الجديد ولا شي حاجه هكا اللي يدير مع تبون، وهذا هما اللي كينفذوا به هذه العمليات ديال الضرائب اللي كيفرضوهم على رجال الاعمال وعلى المقاولين. كيقول لهم راكم تتخربقوا. وهي عيات ما تصيفط في الرسائل، لانه يعني خدمات هي كانت مصطدمه مع الرئيس اللي كان قبل منها دايره ديك الكونفدراليه في يامات بوتفليقه، كان قريب من سعيد بوتفليقه، وعيات من وراء السقوط ديال بوتفليقه ويعني الوفاه ديالو وداك الحراك وداك التخربيقه ديك الفبركه اللي دارها القايد صالح ودارها مع شنقريحه، وهذا عيات ما توجه في الرسائل للمقاولين الافارقه والمقاولين الاوروبيين. يعني كلشي كيهرب كلشي كيمشي. الجزائر ماشي بيئه ديال الاستثمار. دابا ملي ولات الجزائر مصنفينها الدول كيصنفوا كيقولوا الرعايه ديالهم ما تمشيوش. واش دابا بريطانيا وكندا وامريكا تيقولوا الرعايه ديالهم ما تمشيوش ديروا السياحه في الجزائر؟ راها بلد فيها القرطاس خدام عادي، راه اي عسكري عنده شي فردي راه يقدر يقتل اي واحد ويقول لك راه اجتاز الحدود راه اخترق القانون راه دار. كيفاش المستثمر غيمشي لبلاد بحال هكا؟ دابا منطقيا شكون هذا المستثمر في العالم اللي غيمشي لبلاد كاينين دول مهمه في العالم كتقول الرعايه ديالهم ما تمشيوش للجزائر؟ راه الا مشيو للجزائر، الجزائر ما فيهاش السياحه، راه فيها القتل، فيها القرطاس. والدوله عوض تشجع المستثمرين جالسه كتفرض عليهم في الضرائب. عندها جوج الناس كيستثمروا تما كتفرض عليهم في الضرائب، ما كيعرفوش، ما عندهمش ما يسمى بالعداله الضريبيه وسياسه ضريبيه حكيمه، ويعرفوا شنو يديروا وشنو ما يديروش. ما كيعرفوش يديروا اجراءات اللي فيها شويه ديال التوازنات ماليه باش يقدروا يشجعوا الاستثمار. لا بيئه امنيه، لا بيئه اقتصاديه مقاده، لا قوانين، لا رئيس كيفهم، لا حتى شي حاجه. الارقام غير كتشاير، عاد الملايير ما كاينين، المليار والفوق وهكا، والارقام هي كتشاير، ارقام لا معنى لها. وفي الاخر والكذوب، ها هما قال لك فتحوا ما نعرف هذيك ديك القهوه ستاربكس ديال الميريكان، قال لك راه فتحوا فرع في وهران، شويه الشركه ناضت قالت لهم راه ما عندنا حتى فرع في الجزائر. شويه والكذوب الكذوب 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 الكذوب. وسائل الاعلام الرسميه ديالهم كتكذب الكذوب 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 صباح مساء. فبالتالي كنتكلموا على واحد الدوله اللي تدار بمنطق مجنون، وسبب الجنون ديالهم هو انهم مركزين مع المغرب. راه المشكله ديالهم هي انهم مركزين مع المغرب. راه لو حيدوا المغرب من راسهم وانتبهوا لمشاكل بلادهم واستثماراتهم وشغلهم، والله العظيم تيولوا مزيان. مشكلتهم هي هذه. ها هي الامارات دابا جالسين عليها بالحملات الحملات الحملات، هي وقفت الاستثمارات ديالها وكديرها مع الاستثمارات في المجال ديال الطيران، التركيب ديال المروحيات وهذا، يعني شي استثمار كنديرها معهم، استثمار كبير كتديروا معهم الامارات، وقفت داكشي. كانت غادي تكون فيه حتى شركات امريكيه وتكون فيه هذا، وقفت داكشي. المقالات راهم منشورين، راه كتبتوا الاخوان غير الامارات الجزائر، راه غادي تلقاو المقالات موجودين ديال جميع المواقع الالكترونيه في جميع اللغات كاتبين على هذا الموضوع. عاد الامارات قلصت النشاط الدبلوماسي ديالها، يعني النشاط ديال السفاره الاماراتيه في الجزائر قلصت النشاط الدبلوماسي ديالها. فاذا كنتكلموا على واحد الحاله ديال الفراغ، ديال الجمود، ديال العتاه، البلاد كتغرق، الكارثه تلو الكارثه، الجرائم كتزاد، وصلوا لدرجه انهم ولاو كيضربوا الناس، مواطنين بساط عاديين عباد الله جايين كدير السياحه، دخلت الماء تيري فيه بالقرطاس هكا ببساطه، وفي نفس الوقت يخرجوا يقولوا اي كلام. وزاره الدفاع خارجه كتكلم على موضوع اللي خاص تهضر فيه النيابه العامه. الرئيس جالس كيهضر على قال لك تحليه مع البحر، بيحلي البحر الابيض المتوسط كامل، وبيحلي المحيط الاطلسي كامل، وبغى يحليه مع عام. خاصو عام يكون كمل المحيطات ديال الدنيا كامله صافي. كاع الماء ديال المحيطات ديال العالم عبد المجيد تبون بغى يدير ليه التحليه في مده سنه.
صافي البشريه ما يبقاوش عندها البحر صافي. وربما يمكن هو راه باقي عندهم شي مشروع استراتيجي ديال باش باش ما يبقاوش يلقاو مشكل في يدخلوا لهم المغاربه ولا يدخل لهم شي حد يكون يعوم في البحر تما ويدخل عندهم ويضطروا يتيريو فيه ويدخلوا في الصداع. اللهم يحيدوا الماء ديال البحر الابيض المتوسط كامل، احسن لهم كاع، ما بقاوش كاع هادو ربما بيعالجوا المشكله جذريا. قالوا حنايا دابا هذوك الدراري دخلوا وصدقنا تيرينا فيهم وحنا واحلين دابا قانونيا، والمغرب ورطنا في قضيه حقوق الانسان، وهذا الشيء غيزيد يدير لنا المشاكل ويكثر عندنا الضغط ويكبر علينا الحزمه ويقرب منا الشوكه، وبالتالي راش نديروا؟ راه نحيدوا الماء كاع حنا ديال البحر. كلام سخيف ديال انسان تافه جاهل امي مكلخ ما عندوش يعني الجرام ديال امي الاميه لا تعني الجهل، اميه لا تعني الجهل. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اميا، الاميه لا تعني الجهل، بزاف عليه حتى الاميه هذاك تبون والله العظيم بزاف عليه الاميه، داك جاهل جاهل. الاميه ما عندها علاقه كاين بزاف ديال الناس اميين ما دخلوا ما تعلموش القراءه والكتابه كاع، ولكن الحكمه والعقل والقيم كتجاوز منسوبها، يقدر يتجاوز حتى القدره على القراءه والكتابه. الرجل جاهل 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 جهل جهول، عبارات تراثيه يعني توجد في كتب التراث. الجاهل الجهل الجهول، هكا داير يعني بهذا المعنى. فكنتكلموا على واحد الدوله تدار بحال الذهنيات، بطبيعه الحال الامارات غادي تمشي، وماشي غير الامارات غادي تسحب استثماراتها. راه كتكلموا دابا ماشي كلامي هذا، ماشي كلامي، سعيدا غزا راه هذه راه ديالكم، راه ماشي ديالنا. وخرجت لبرا وجالسين كيهددوا فيها، هي هربات من الجزائر وجالسين كيوجهوا لها في التهديدات، وكاتبين عليها مقال في وكاله الانباء ديالهم وكيسبوا فيها، كيسبوا بقالات وردات عليهم. وملي ردات عليهم جاوا صيفطات شي اوديو لهذاك الصحفي اللي كتب، اشنو ما دار هو راه تشدوا داك الاوديو ديالها ونشروه. وهي دارت اعتذار للجزائريين وهذا، وقالت لهم راه الكلام موجه للجزائريين، راه موجه لهذاك الصحفي اللي كتب المقال ولهاد السياسه اللي كيديروا هاد الناس. يعني فضحاتهم، فضيحه عرتهم. بمعنى كتكلموا على واحد الدوله، راه كتبتوا الاخوان غير سعيدا غزال غادي تلقاو هاد التفاصيل كلها تلقاوها. اللي بغى يستفض وبغى يتوسع وبغى يتحقق حتى من كلامي شنو تنقول، راه مواقعهم هما اللي كاتبين هاد الشيء. وعندها صفحتها في فيسبوك، راه كتبوا سعيدا غزال غادي تلقاوها كاتبه هاد الشيء. يعني السيده هذه كتعرف الاستثمار في الجزائر، كتقول لهم راه ما كاين لا استثمار لا والو في الجزائر، كتقول لهم راه ما كاين لا جزائر جديده ولا حتى حاجه، راكم تتخربقوا. هي ما غتقول لهمش السبب الحقيقي، انا نقول لكم السبب الحقيقي. بقيتوا مقابلين المغرب، بقيتوا مضيعين كتضيعوا في الفلوس ديالكم على بوليزاريو وعلى المغرب، وكتخسروا على المرتزقه، وكتخسروا على الدعايه المضلله ضد المغرب وعلى السب والشتم من المغرب. راه غتبقاو تابعين المغرب حتى غتزحوا في اقصى حد. هادشي اللي كاين، وما غتصوروا والو من المغرب في اخر المطاف. والله لا صورتوا شي حاجه من المغرب. المغرب غادي طريقو شاد طريقو، حسان راسو داير المعادلات الكبرى اللي كيتصرف على اساسها. جربتي تقرب للمغرب راك كتعرف جوابك شنو غيكون. جربتوا تنقزوا التدعيه وتصاوضوا في الماء العكر، راه ما صورتوا والو. والمغرب ديما غيبقى عندكم، والسياسه ديال المغرب واضحه، لا هو باغي لكم شر، لا هو ضدكم، لا هو شايفكم كاع اصلا. المغرب ما شايفكمش كاع كرقم بالنسبه للمغرب. المغرب كيتنافس مع اللي في مستوى المغرب كيتنافس مع الدول ما كيتنافسش مع اقليم محكوم ذاتيا يدار من باريس. المغرب ما عندوش كلمه باريس، عم فيكم. المغرب كيشوف هذاك الشعب، كيقول هذا الشعب عنده روابط ديال الدم والمصاهره والقرابه وهذا مع الشعب المغربي، فبالتالي المغرب راه كيشوف هذاك الشعب. اما انتم كبيادق كيحكموا في الجزائر، راه المغرب والله ما جايب لهم الخبر ولا فيق لهم الناس. وجرائمكم والله ما غتفلتوا منها. طال الزمن وام قصر. راه هادشي اللي كيواجهوا دابا النزار في سويسرا، راه غادي يجي الدور على الموضوع ديال الشباب اللي تقتلوا. راه غادي تزاد الجرائم ديال النزار، لانه النزار هو الحاكم الفعلي ديال هذا الاقليم، ويحكمه بترسيم وبتكليف فرنسي. كنتكلموا على هادو، فرنسا حاطه نزار وحاطه توفيق وحاطه شنقريحه وحاطه هاد البياض كاملين، حاطاهم فرنسا. نهار تبغي فرنسا تنفخوا عليهم يطيروا. كينفذوا الاوامر ديالها لانهم كيعرفوا هما ما شادهم، ماشي الشعب الجزائري اللي اختارهم، وماشي دوله ديمقراطيه، وما كاينش شي نظام حكم متماسك اللي هما كيحكموا فيه على اساسه. كيعرفوا هذا الشيء، كيعرفوا انهم تما فقط لانه فرنسا بغاتهم. هذه هي القصه ببساطه. اذا كنهضروا الان على انه ها الامارات مؤشر جديد ديال التصعيد، ديال الاصطدام بين الامارات وبين الجزائر.
أنا الكارثة غادية وكتكبر. أنا راه متبعين هذا الموضوع، وأنا كنقول ديما ملي هضرت عليه أول مرة كنقول هذا الموضوع خاصو المزيد من المتابعة، وغادي تكون فيه معطيات جاية. أنا قلت هذيك المرة، قلت غتكون معطيات جاية في هذا الموضوع ديال الإمارات. هذا الموضوع الإمارات والجزائر غيتطور، ما غيبقاش هكا، غيوصلوا لواحد المستوى ديال الاصطدام بين الإمارات وبين الجزائر، واختبار ما غيقدروش يدوزوا منه، ما غيقدروش يسلكوا منه، خصوصًا وأنهم دابا داخلين مع قطر في خطة ديال الوكالة، قطر وفرنسا ضد الإمارات. داخلين في هذه اللعبة هذه، وهما ما قادينش عليها أصلًا، وهما اللي غيدفعوا ثمنها. قطر عندها الطريقة باش تخرج، كيعرفوا يديروا السياسة القطريين، أذكياء في ممارسة السياسة، كيعرفوا الوقيته اللي كيكثر عليهم الضغط، كيعرفوا يخرجوا، كيعرفوا يديروا الدخلات والخرجات، وعندهم أدوات ديالهم باش يصرفوا الضغط، عندهم الإمكانيات ديالهم باش يصرفوا الضغط. القطريين أذكياء جدًا في هذا الموضوع، كنقولوا هذا التحليل الموضوعي، ماشي معاه ولا ضده. القطريين أذكياء في هذه المسائل هذه، كيعرفوا يديروا السياسة. هاد الأغبياء، هاد المتنطعين، هاد الجهلة اللي كاينين في المرادية، كيعرفوا لا سياسة لا والو. 4 ديال الحماق ما كيعرفوا حتى شي حاجة، غير غاديين مقدمين، اللي جا تيخدم بهم، دايرين بحال شي قطعة قماش، اللي جاي يمسح يديه. فرنسا، قطر، اللي جا، كلشي قاضي الغرض. ما عندوش خطة، ما كيفهمش، كيلتقطوش الإشارات، كيفهموش العالم والدنيا فين غادية، والفاعلين اللي كيتعاملوا معاهم كيفاش كيتصرفوا. غير مقدمين، غير غاديين. السعودية وجهت رسائل، أنا وجهت رسائل مهمين بنوقف عندهم وجهتهم السعودية. من الحوارات اللي كان دارهم محمد بن سلمان مع العربية، دار حوار مهم مع العربية، وكان هضر فيه على المسألة ديال النفط وعلى الريع وعلى كذا، وهضر عليهم ذكرهم بالسمية، الفيديو راه كاين. كيقول محمد بن سلمان فاش كيسولوا هذاك على النفط وعلى هذا، وكيقول ليه النفط أنه راه عندنا مثلًا السعودية والنفط، حنا سبب الغنى ديالنا هو النفط وهذا. قال لي قاطعوا محمد بن سلمان، قال لي: لا، لا، قال لي شو النفط والطاقة والإنتاج ديال النفط عمره ما تيخلي الدول تكون غنية. كيعطيك الريع في واحد اللحظة معينة وكيقدر يسبب الرفاه، لكن ماشي هذا هو الغنى ديال الدول. قال لي: ها هي الجزائر دولة نفطية وماشي دولة غنية. سمعوا التصرفيقة كي دايرة، تصرفيقة عطاها محمد بن سلمان لهذا، وهذا الشيء راه قالها قبل من القمة، ملي كانوا ما كيتبرهجوا داك التبرهيش ديال داك التبرهيش اللي كانوا كيتبرهشوه ديال القمة ديالهم ديال الجزائر. الجزائر ليست دولة غنية، دولة نفطية ماشي دولة غنية. وأنا راه كنقولها، راه كان عندي واحد الحوار غير البارح ولا اليوم ولا هذا، اللي كنقول فيه ببساطة أن الجزائر بومبة ديال ليسانس، بومبة ليسانس، وعصابة حاضين البومبة ديال ليسانس، عصابة ديال القطاطعية حاضين هذيك البومبة ديال ليسانس. هذه هي الجزائر، بومبة ديال ليسانس، وعصابة ديال القطاطعية ديال المجرمين حاضين البومبة ديال ليسانس. هذه هي الجزائر، لا اقتصاد لا أمن. دولة اللي كيكون فيها هذه المواصفات ما كيكونش فيها الاقتصاد وما فيهاش الأمن. باش يكون عندك الاقتصاد ما خصوش يكون عندك غير بومبة ليسانس. ومحمد بن سلمان قالها لهم، محمد بن سلمان هذا السعودية وكيعرف وعنده المعطيات وهذا، قال لهم انه الاقتصاد اللي كيتبنى على الليسانس ما يديرش دولة غنية. فلوس الدور، ولكن ديك الفلوس غدور، شنو الفائدة ديالها؟ فين كتمشي؟ وملي كيكون عندك نظام سياسي هو عبارة عن مجموعة ديال المجرمين حاضين هذيك البومبة وجالسين كينهبوا ويحلبوا، إذا راه ما عندكش دولة، ما عندكش نظام أمني وعسكري وسياسي اللي يقدر يحقق الأمن ويحقق الأمن بمعانيه كاملة. الأمن كيبدا من المجتمع، من الأمن المجتمعي، أمن روحي، أمن ثقافي، أمن غذائي، أمن مستويات متعددة ديال الأمن. هاد الشيء كتلقى دولة عندها الغاز وعندها مشكل في العدس واللوبيا، رئيسها كيهضر على العدس واللوبيا، شيء عبثا، لأنه دولة فيها مجموعة ديال المجرمين القطاطعية حاضين بومبة ديال ليسانس كيحلبوا فيها. فهذا الكلام اللي كان قالوا محمد بن سلمان غيكملوا في اللقاء ديالو مع فوكس نيوز، ملي كيهضر على التطبيع. كيقول لهم شوف دابا الدول اللي عندها المنطق، تيقول لهم التطبيع بيننا وبين اسرائيل جاي، السعوديه دوله عندها مشروع، كيقول لهم جاي، ولكن الموضوع ديال فلسطين خاصنا نتفاهموا فيه، لان السعوديه بغات دير علاقات مع اسرائيل، كيخصها حتى يكون عندها عنوان اللي دير به العلاقه مع اسرائيل. مثلا كتكلموا على ملي كنشوفوا مثلا، ها هو الجهود مثلا ديال الموضوع ديال مثلا الامارات داروا اتفاق مع اسرائيل، ناقشوا فيه جوج النقاط اللي كسبوهم من هذاك العلاقه ديالهم مع اسرائيل، او اللي على اساسهم دارت العلاقات مع اسرائيل. الموضوع الاول هو انه اخذوا منهم تعهد بايقاف تجميد الضم في الضفه الغربيه، وهذا مدخل سياسي يعني قانوني. النقطه الثانيه هو انه الامارات دخلت على خط الشراكات الاقتصاديه ديال المساله ديال غزه، واللي شفنا النتائج ديالها المباشره كانت في حماس، وكيفاش حماس غيرت التوجه ديالها وبدات كدير تعاونات مع اسرائيل وهذا.
وهذا الشيء غيساهم في أنه الوضع الاقتصادي ديال غزة غادي يبدا كيتحسن مستقبلًا. المغرب ملي دار العلاقة مع إسرائيل إلى جانب الاعتبارات الأخرى الاستراتيجية والإقليمية والأمنية والدولية والاتفاق الثلاثي والعلاقات ديال اليهود المغاربة بالمغرب وهذه المسائل كلها اللي هي سياقات ثنائية مغربية إسرائيلية. في العلاقة مع القضية الفلسطينية المغرب أول حاجة الفتح ديال المعبر ديال أليمبي، هذا شي حاجة اللي خارقة للعادة ما عمر شي واحد كان يتخيلها أصلًا. أنه إسرائيل دير إجراء قانوني في الضفة الغربية وهي كتقول لك الضفة الغربية غير قابلة للنقاش، وطوني بلير واللجنة ديالو والروينة الكحلة وشحال ديال المسارات وشحال ديال المفاوضات وأوسلو وما كان إسرائيل ما كتهضرش في الضفة الغربية، ما يدوي معاها حتى حدا في الضفة الغربية. تضم الاستيطان دايره مجالس المستوطنات وجالسه كتستوطن وكتوسع وكدير ويقول لها شي واحد بحركوا حجره في الضفه الغربيه تقول لي لا. جا المغرب فتح معبر بين الأردن وبين الضفة الغربية، شي حاجة اللي ما عمرها ما كانت خيال علمي أنها توقع في إسرائيل. قدر المغرب ينجز هذه النقطة. القضية ديال القدس، ديك الدصارة كاملة اللي كانوا كيديروا ديال البسالة اللي كانت كديرها إسرائيل في القدس وكل مرة تعدى كل مرة هذا كل مرة هذا، المغرب هو غادي كيحل في داك المشكل ديال القدس، كيحل في هذوك المشاكل ديال إسرائيل والقدس، مشكلة إسرائيل والقدس، الاعتداء حي الشيخ جراح كذا، الاعتداء على المصلين، هذا الشيء كله المغرب خدام عليه. يعني كيبني علاقات ديالو مع إسرائيل على أساس أنه يسهّل يقرّب من أنه نوصلوا للخطة، لأن الهدف النهائي شنو هو؟ الفلسطينيين يديروا دولتهم، اعترف بها الأمم المتحدة ونساليو هذه الكاسيطة هذه كاع نساليو هذه القصة. السعودية حتى هي ضروري باش دير علاقة مع إسرائيل خصها عنوان، وهذا العنوان اللي عند السعودية فيه جوج د الحوايج، فيه الحاجة الأولى هو أنه خاصها تقاد العلاقة دير حتى هي دورها في الموضوع ديال فلسطين، وخاصها تاخذ ضمانات دولية بأنها راهي لا إيران دارت السلاح النووي حتى السعودية خاصها سلاح نووي، باش يكون توازن. لأنه السعودية واحد الفاعل إقليمي في هذيك المنطقة ديال الخليج، في هذيك المنطقة ديال يعني نقولوا غرب آسيا وجنوب آسيا أو جنوب غرب آسيا، هي مهمة جدًا السعودية في هذيك المنطقة، فبالتالي خاصها تكون عندها ضمانات دولية وإقليمية كبرى. ماشي إسرائيل يكون عندها النووي باش تحمي راسها من إيران إلا دارت النووي والسعودية ما تديرش، وخصوصًا أنه كاين يقدر يجيوك عاوتاني دابا هاد الديمقراطيين اللي كاينين راه عندهم بعض الأمزجة اللي في شكل يقدر يجي شي واحد مثلًا يعاود يحيوا هذاك المشروع ديال الاتفاق النووي مع إيران وإيران تستغل هذاك الوضع وتزرب عليك دغيا ها هي خصبات على ال20% ها هي نقّصات ها هي دارت ولا عندها قدرة على إنتاج القنبلة النووية. إيوا نوليو تولي السعودية تما على المحك لا. فبالتالي كتربط السعودية هذه الأمور، إنما الرسالة اللي كتوجه لهادو أنتم أصلًا شكونكم باش تهضروا لي على إسرائيل وعلى العلاقات مع إسرائيل ولا فاهمين أنتم أصلًا هاد التوازنات الكبرى ديال العلاقات الدولية مع إسرائيل، شؤون الشرق الأوسط، أنتم واش فاهمين في هاد الشي؟ أنت بومبا ديال ليسانس قالها لكم أنتم بومبا ديال ليسانس، رباعة ديال القطاطعية حاطين البومبا ديال ليسانس كيمصوا منها كيحلبوا، اش بينكم أنتم وبين هادشي ديال إسرائيل وهذا اش بينكم وبين هادشي؟ فما عندك علاقة أنت بهاد المواضيع أصلًا، اللي كتضحك على الوقت وكتضحك على راسك. أنا بالنسبة ليا الآن هُم غاديين في واحد الاتجاه ديال المزيد من الاصطدام، السعودية غيصطدموا معاها حتى هي، وعندهم معاها ملي قال لك شي قال لهم محمد بن سلمان ماشي ساهل، قال لهم هاي الجزائر وقالها بلسانه راه كاين الفيديو كتبوها الإخوان في الانترنت راه غتلقاو الفيديو، حوار كامل داروا مع العربية راه فيه هاد الشي كامل. هاد الشي اللي كاين ببساطة. كنتمنى الإخوان أنه هاد الربط التحليلي هاد الاجتهاد يكون فيه بعض النقاط المضيئة اللي كتقرّب الفهم شي شوية وتقرّبنا مما يجري ومما يحدث. كنشكركم على طيب المتابعة وعلى يعني الدعم يعني المتواصل، وإن شاء الله موعدنا يوم غد في موضوع آخر وفي قضية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.